السلام عليكم أحبابي، معكم أن أشكيك وجبت لكم جديد أخبار المشاهير، قصة جديدة من عالم الخلافات والرسائل المشفرة. خليكم معايا تعرفوا التفاصيل. عادت المؤثرة المغربية المقيمة بدولة الإمارات والمعروفة باسم جليلة لواجهة الأحداث من جديد برسائل مشفرة اعتبرها البعض موجهة لطليقة النجم المصري تامر حسني الفنانة بسمة بوسيل. جليلة نشرت عبر خاصية ستوري في حسابها الرسمي على انستغرام رسالة غامضة قالت فيها: انتي عارفة انك سيئة في رواية احدهم. واضافت: هما البهايم دول عملوا روايات كمان. تصريحاتها رجعت تثير الجدل من جديد، خصوصا ان العلاقة بين جليلة وبسمة كانت مشحونة في الفترة اللي فاتت، بعدما صرحت جليلة اكثر من مرة بانها كانت الضحية للخيانة من طرف بسمة بوسيل، مؤكدة أن تامر حسني كان حب حياتها. الجمهور كالعادة انقسم، كاين اللي تعاطف مع جليلة وكاين اللي بقاو في لبسمة بوسيل. الخاتمة، شنو رأيكم نتوما في هذه الرسائل المشفرة؟ والجليلة فعلا كتقصد بسمة بوسيل؟ خليو لي آراءكم في التعاليق، وما تنسوش ديروا لايك وتشتركوا في القناة باش توصلكم آخر أخبار المشاهير أول بأول. كان معكم أن أشكيك، نشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله.